السلام عليكم، معاكم مهندس احمد صلاح مشات الخليج. انا جاي النهارده اجاوب على سؤال دايما بيقول لي ايه افضل وقت للزراعه. بصفه عامه طبعا احنا بنقول للناس افضل مواعيد للزراعه شهور 3 و4، بدايه الربيع، وشهور 9 مثلا ايه و10. طبعا الموضوع ده برضو بيختلف من مكان لمكان وعلى حسب الظروف والكلام ده، بس بصفه عامه هفرق لكم بين الاتنين مثلا من وجهه نظري الشخصيه. شهور 3 و4 بيبقى بداية موسم الربيع والنبات طالع من طور سكون وبيبقى عنده استعداد شديد للنمو، وأنا شايفها أعلى معدلات نجاح الزراعة الفترة دي. وبيبقى ميزتها إن الموسم طويل داخل بعده على صيف، كل المراحل دي بيبقى النبات عايز ياكل وعايز يشرب وعايز يكون نموات جذرية ونموات خضرية. فالكلام ده بيبقى ممتاز جدا جدا للنبات إن هو ينمو بإذن الله معانا. بس طبعا بيبقى في شويه احتياطات لو ايه دخلنا على الصيف والحراره العاليه في بعض الاماكن الحاره شويه. طيب بالنسبه بقى لزراعه الخريف اللي هو بقى شهور 9 و10، هي حلوه جدا خاصه للناس اللي بيحبوا يزرعوا فسايل ويشوفوا الطرح على الام. دي ميزه لان هو بيبقى طالعين من موسم احنا شفنا الطرح واطمنا. احنا لما بنيجي نجيب فسائل بنحب في الوقت ده من السنه عشان نعرف المزارع الكويسه والمزارع اللي ايه الامهات اللي فيها ضعيفه شويه. بس يعاب عليه ان هو داخل على موسم سكون، داخل على برد، فلازم ادي نفسي فتره كويسه قوي في الزراعه قبل البرد ما يدخل، شهر ونص مثلا قبل البرد الشديد، علشان النبات يبتدي يلحق يكون جذور، عشان لا قدر الله ما يدخلش معايا في ايه مشاكل اعفان وحاجات زي كده. المهم انا حبيت بس ارد على السؤال ده علشان دايما بيجي لي، واتمنى اكون وضحته بشكل كويس. ولو في عندكم بقى اي استفسارات كلمونا او ابعتوا لنا على الصفحه او على الواتساب، وان شاء الله نكون في خدمتكم. وتابعونا بقى عشان في برضه هتلاقوا اسئله كتير ان شاء الله على الصفحه، هحاول اجاوبها لكم كلها باذن الله. يلا بقى اي خدمات. السلام عليكم.